طيب بدأنا رمضان وامبارح اتعزمنا كلنا وكله ظبط خلاص. عايزين بقى نبدأ نخسس نفسنا باستخدام مساعدة الذكاء الاصطناعي. ازاي بقى؟ ماشي، طبعا انتوا سامعين الكلام ده كتير قوي. طيب بص، لو انا عايز اخسس نفسي، عايز اعرف اكل ايه وما اكلش ايه، مش عايز اروح لدكتور دايت واحجز وغلاسه وبتاع، لا، انا عايز انا عندي على الموبايل احسب حسبتي. هعمل ايه؟ هتحتاج موبايل وميزان من على امازون ولا من على نون ابو 80 جنيه ده، اللي هو بيوزن الاكل عشان تعرف بس هتاخد كام جرام في كل حاجه، وتقعد تحضر وجباتك باشا. وساعتها هتمشي على الدايت اللي هقولك عليه ده، هتخس جدا ووجع ظهرك هيخف وهتبقى احسن وصحتك تبقى احسن بكتير، باستخدام كمان الصيام اللي احنا اوريدي صايمينه. فرصة كويسة جدا. طب وانا افطر ايه، اكل ايه من الفطار للسحور عشان اقدر اخس كويس؟ ماشي، هعلمكم ازاي تدخلوا المعادلة. افهم ان انت عشان تخس، الاكل اللي انت بتدخله لو اقل من اللي انت بتحتاجه، فالجسم بيبدأ يحرق من الدهون اللي جوه جسمك عشان يدي طاقة عشان يكمل وظائفك. فأنا دكتور دايت أهو، ماشي، أنت جاي لي هديك أقل من احتياجاتك من السعرات الحرارية، عشان أما أديك أقل من احتياجاتك من السعرات الحرارية دي، يبدأ جسمك يحرق من المخزون اللي جوه فأنت تخس. تمام؟ صمت صيام متقطع، ما صمتش، عملت كيتو، ما عملتش، مش عارف ايه، اهم حاجه السعرات اللي داخله اقل من احتياجاتك. طيب انا بعرف احتياجاتي منين؟ مبدئيا في حاجه اسمها BMR او بيزل ميتابوليك ريت. يعني ايه الكلمه دي؟ يعني ده العدد الكالوريز او عدد السعرات الحراريه اللي انا هحرقها لو انا صحيت فتحت عيني كده اهو وقاعد في السرير ما بعملش حاجه، وفي اخر اليوم رحت مغمض عيني ونايم بس. فانا دي عدد السعرات الحراريه اللي انا هحرقها لو انا بس عشان اتنفس وعشان قلبي ينبض وعشان جهاز الهضم يشتغل. انا قاعد كده اهو بحرق لي كده مثلا 1500 كالوري في اليوم، 1700، ده حسب ايه؟ حسب الكتله العضليه اللي في جسمك. كل ما انا عضلاتي اكبر، كل ما BMR او البيزل ميتابوليك ريت بتاعي ده بيعلى. فالناس اللي عندها عضلات كبيره بتلاقي عندهم الحرق عالي اوتوماتيك، لكن الناس اللي عندها عضلاتها صغيره بتبقى الحرق واطي، عشان الكتله العضليه بتاعتهم ما بتحتاجش التنفس الكتير والهضم الكتير اللي بيستخدمه الجسم عشان يغذي كل الكتله العضليه دي. طيب انا عايز احسب BMR بتاعي كام. انا لو انا قاعد ما اتحركتش من السرير ده، انا نايم، هحرق كام؟ بروح داخل على ChatGPT، بقول له وزني، عمري، وزني وسني وطولي، ماشي، واقول له احسب لي البيزا ميتابوليك ريت BMR. فانت بتقول له ايه؟ ما هو معدل الايض، اللي هو ايه؟ اللي هو الميتابوليزم، اللي هو عمليات الهدم والبناء في جسمي. ماشي، ما هو معدل الايض؟ ماشي، الاساسي اسمه معدل الايض، معدل الايض الاساسي. معدل اللي هو BMR، تكتب BMR اللي هي بي خفيفه MR. ما هو المعدل الايض الاساسي لدي ان كان وزني كذا، طولي كذا، سني كذا. هو بيروح عامل لك العمليه الحسابيه بتاعتك، ويروح قال لك والله انا قلت له انا وزني 80 وطولي 170 وعندي 36 سنه. قال لي والله يا باشا BMR بتاعك او البيزل ميتابوليك ريت بتاعك 1687 كالوري. يبقى انا صحيت فتحت عيني من النوم كده اهو، قاعد صايم ما بتحركش من مكاني، حرقت 1600 سعره. ماشي، يبقى انا لو خدت 1600 سعره، لو خدت 1600 سعره وانا قاعد في مكاني ما اتحركتش، ولا هخس ولا هتخن. طيب والله انا عايز احسن من عملية الحرق عندي، ماشي، هنزل اتمشى شوية، ماشي. فانا في حسبتي في طولي بقول له طب انا لو انا طولي كذا ووزني كذا، انا طولي 170 ووزني 80 وسني 36، لو انا مشيت على سرعة 6.5، اللي هو ماشي بسرعة شوية، ماشي، هحرق كام كالوري، هحرق كام سعر في ال50 دقيقة؟ قال لي والله انت هتحرق 400 سعر في ال50 دقيقة. يبقى انا لو مشيت نزلت مشيت ساعة الا ربع، سرعة عالية شوية، ماشي، عشان عايز انجز شوية، كأني ماشي مستعجل مش هجري، ماشي، هحرق 400 سعرة في الساعة الا ربع. يبقى 400 هحرقهم، وهحرق 1600 وانا قاعد ما بعملش حاجة. كده كام؟ كده كام سعر كله؟ 1600
معاهم 400، يبقى انا كده هحرق 2000 سعره في اليوم. طب انا لو كلت 2000 سعره في اليوم ولا تخنت ولا خسيت؟ فهمت؟ طب انا عايز اخس، عايز انزل 500 سعر، انزل 500 سعر من ال 2000. انا بحسب عليا انا، انت كل واحد ليه حسبته. انا 2000 سعره، لو خدت 1500 ابدا اخس. طب انا هحسب ال 1500 دول ازاي؟ هنروح ننزل برنامج اسمه فات سيكريت، هكتب لكم اسمه على الشاشه، فات سيكريت، سر الدهون. ماشي؟ وهتسطب، هيقعد يقول لك ايه، دخل سنك، دخل مش عارف ايه، دخل وزنك، عايز توصل، المهم يعني. وبعدين هتوصل وتقلبه عربي، الابلكيشن ده يبقى عربي. ليه؟ عشان تدخل الايه الاكل المصري بتاعنا. هتلاقي حاجه تحت اسمها المذكره اهي. المذكره دي بتدخل فيها اللي انت بتاكله، مكتوب فوق وجبه الافطار. سيبك من كلمه وجبه الافطار دي، دخل وخلاص. لا بص، لو كتبت ايه، لو كتبت ملوخيه، انت متخيل؟ في كل التفاصيل يا باشا. ملوخيه اهي، ملوخيه. ماشي؟ دخلت هنا اهو، دخلت على الملوخيه، قلت له بالجرام 100 جرام. يبقى انا جبت الميزان الابيض اللي قلت لك عليه الصغير ده بتاع الاكل، وحطيت عليه الاكل، وزنت 100 جرام ملوخيه، طلعوا بكام يا سيدي؟ 26 سعر. يا سلام، الملوخيه دي جميله، مفيش مشاكل. اخد لي بقى ربع كيلو ملوخيه 250 جرام، ده ببلاش يا باشا، عليها ديسكاونت 66 سعر. ماشي؟ ربع كيلو ملوخيه ب 66 ولا حاجه، حفظ. بتدوس له اوكي، خلاص كده. ايه؟ ضاف لك الملوخيه في حاجتك. ماشي؟ تفضل بقى تدوس ايه، بلس، وتكتب 100 جرام رز اهو. هكتب هنا مثلا ارز مسلوق، مسلوق اهو، رز مسلوق، رز مسلوق يا باشا اهو، مكتوب اهي، رز مسلوق اهو. بدوس. انا هاخد بقى ايه، انا طفس شويه، هاخد 200 جرام ب 232 ايه سعر. ماشي؟ واحسب. تفضل تحسب بقى ايه، لحمه ايه اهو، يا اهو، يا مش هحرمك من حاجه، لحم مشوي، مشوي اهو. بص انت بتحسب بقى كله، لحم مشوي اهو، لحم بقر مشوي اهو. طبعا ده ايه، ده هتلاقيه غالي شويه ده. ماشي؟ ده لو خدت نص كيلو يا باشا، بص النص كيلو بكام؟ نص كيلو ب 1300 سعره. انت متخيل؟ 1300 سعر. هناخد ايه، 300 جرام عشان يبقى 800 سعر. وتفضل تعمل كده اهو لحد ما يقول لك ايه، والله ايه الكالوري المستهلكه، يعني السعرات المستهلكه اهو. شايف؟ 1099 سعر. ماشي؟ ده بيقول لك اهو انا مستهلك 1099 سعر. وانا كنت حاسب ان انا كنت عايز يبقى دي وجبه الفطار 1099 سعر، يبقى معاك ايه، فاضل لك في السحور 400 كالوري يا معلم. طيب هو انا المفروض عشان انزل كيلو، المفروض اعمل عجز في السعرات قد ايه؟ انا واحد لو خدت 2000 كالوري هفضل زي ما انا، صح؟ خدت 1500 كالوري كده، عملت عجز 500 كالوري، 500 سعر اللي هو السعرات الحراريه. طب انا عملت عجز 500 سعر، مطلوب مني اعمل كام 500 سعر؟ يعني انا بعمل 500 في اليوم. انت عشان تخس كيلو محتاج عجز 7500 سعر. سامع بقى الكلام ده؟ محتاج 7500 سعر ابقى معجزهم عشان انزل كيلو في اليوم. سوري مش كيلو في اليوم، كيلو في الاسبوع. دلوقتي انا عايز انزل كيلو في الاسبوع، لازم اعمل عجز على مدار الاسبوع ده 7500 سعره. صعبه. خلينا في النص كيلو احسن. النص كيلو يعني انا عايز 3500 سعر عجز في الاسبوع، يعني عايز 500 سعر عجز في اليوم عشان اوصل ل 3500. فده عشان اوصل ل 3500، 7 في 500 ب 3500، 3500 سعر في الاسبوع عجز عشان اوصل ان انا خاسس في الاخر نص كيلو. ماشي؟ طبعا لو عضلاتي اكبر، البي ام ار الاولاني اللي هو الايض الاساسي اللي احنا قلناه اعلى. فعشان كده الست اللي بقول لها انزلي الجيم يا ستي وكبري عضلاتك شويه، ده مش معناه ان انا ايه وانا هبقى معضله ومكوره. يا ستي ما تخافيش، لا بالعكس، انت لو كبرتي عضلاتك هتخسي كده وهقدر اكل اكتر. لكن طول ما انت عضلاتك رفيعه وهزيله هتاكلي اقل وهتخسي بسرعه. فالمهم ان انا عايز اما اخس 7500 سعره دول
كده هياخدوا مني اسبوعين، لان انا عامل عجز في السعرات 500 سعر. طب انا عايز اعمل بقى عجز في السعرات 1000 سعر، اخد 1000 سعر في اليوم. ده هيبقى قاسي شوية، ده كده هنزل كيلو في الاسبوع. ماشي. طبعا اما انا بنعمل الكلام ده انا بخس اكتر، عشان تبقوا فاهمين. ده كلام حسابيا، بقول لك هندسيا تمشي ازاي الموضوع. موضوع ان انت تخسس نفسك ده المفروض بالورقه والقلم الارقام دي، بس قسما بالله بجد اما بتلتزم بالاكل بجد، واما بتنزل تتمشى 50 دقيقه في اليوم، صحتك بتتحسن ونفسك بيتحسن، لان النفس عضلاته بتكبر فالحرق فعلا بيبقى اكتر من كده. فانت بتقول يا نهار اسود كل ده ونص كيلو في الاسبوع؟ لا، ما الناس بتعمل ارقام احسن من كده بكتير. وخصوصا ليه بقى؟ انت اول ما بتعمل الكلام ده انت بتوطي النشويات. عارف لو وطيت النشويات اصلا كل جرام نشويات بيمسك في 4 جرام ميه. يعني ايه كل جرام نشويات يمسك 4 جرام ميه؟ يعني انا اما اكل رغيف وزنه 100 جرام بيمسك يبقى هو نزل 100 جرام ونزل وراه ميه 400 جرام، كده تخنت نص كيلو بسبب رغيف عيش 100 جرام. فاصلا انا اصلا اول ما عملت الدايت ده قللت النشويات جدا، فقللت مسك الميه، فهينزل ميه، هتخسر ميه، هتخسر ميه، تكسب عضلات، ضغطك يتظبط، سكرك يتظبط، شكرا. فانا بتكلم هنا الناس اللي بجد انت مكسل تروح للدكتور دايت، تشات جي بي تي هتساله على البي ام ار بتاعك اللي هو الايض الاساسي، اسمه الايض الاساسي، واللي هو فات سيكريت ده اللي هو الابلكيشن بتاع سر الدهون، وتقلبه عربي وتقلبه الريجون المصري عشان يجيب لك بالظبط الاكل اللي بتاعنا. ان لو كانت بتركب كفته مشويه اندومي لحمه، هو فاهم الكلام ده كله، فاهم ازاي الابلكيشن. وبتقول له الوزن بس، تقول له الوزن ومش عارف ايه، كله بالجرام يا باشا، بتحسب حياتك كلها، هتلاقي نفسك ايه، بقيت فاهم كويس. المهم، فامشوا على التعليمات دي بجد، هتلاقوا رمضان فعلا مختلف. هتلاقي انت وقفتك في صلاة التراويح احسن من تاني او تالت يوم. الكلام ده بيجيب نتيجة من تاني وتالت يوم. الام جسمك بتقل، وزنك بيهدى. ومعاها بقى مع المشي انصحكم بقى تقعدوا تسمعوا ايه البودكاست بتاعت احمد عامر بتاعت السيرة النبوية، جامدة قوي بصراحة. خدها كده على مدار الشهر، بصراحة جامدة قوي قوي بجد. البودكاست ده غيرني تماما، هو موجود على الساوند كلاود ببلاش، اللي هو السيرة النبوية. الحلقة 50 دقيقة ساعة، هتمشي بجد مش هتحس. تاخدها قبل الفطار بجد ساعة، تنزل تحط حلقة في ودنك. البودكاست بتاع أحمد عامر ده السيرة النبوية جامد جدا جدا. ياخد منك الساعة كاملة وشكرا. مع التعليمات اللي قلت لك عليها دي، المشي مينيمم 50 دقيقة بسرعة عالية شوية وانت بتسمع البودكاست ده، مع الصيام اوريدي هو بيخسس، مع ان انت تمشي على السعرات الحرارية المظبوطة بجد. وسيبك من الاوزان اللي انا قلتها، انا بقول لك ده علميا باي بوك الارقام كده، ولكن الناس بتخس بال8 وال10 كيلو في شهر رمضان بس. بجد امشوا على التعليمات دي بجد مش هتندموا. والسلام عليكم.